طبعا بكره مباراة الاهلي والزمالك، الديربي المصري، مباراة الاهلي والزمالك في افتتاحية الجولة التانية من الدوري المصري بشكله الجديد اللي هو الموسم الاستثنائي. بكره ان شاء الله ماتش الاهلي والزمالك اقل من 24 ساعة، والاحداث اللي بتحصل والحكام والعك اللي انتوا عارفينه ده كله خانقني الصراحة، خانقني. هنتكلم الاول عن التشكيلة المتوقعة لمباراة الاهلي والزمالك. طبعا في حراسة المرمى مش عايز اشوف كابتن منشاوي، انا مش عايز اشوف الكابتن منشاوي. انت اخر مرة في ماتش القمة ما فردتش ايدك وضيعتنا. بكرة ان شاء الله شوبير في حراسة المرمى، باك يمين محمد هاني، باك شمال الدبيس مش كوكا. الدبيس مش كوكا. تاني الدبيس مش كوكا، عيد وراه الدبيس مش كوكا. عشان لو شفنا كوكا بكرة تبقى هنتخانق منك يا كولر. والله يا كولر الماتش ده بالذات لو خسرته انا ما هسمع عليك، والله ما هسمع عليك. اتنين قلب دفاع رامي ربيعة واشرف داري عشان ما فيش غيرهم. نيجي لنص الملعب، هتلعب باتنين نص ملعب ماشي، ما عندناش مشكلة، اللي هم مروان عطية و امام عاشور. طيب لو لعبت بثلاثة وحطيت مع أحمد رضا مش مهم، إنما لو لعبت باتنين هتلعب قدام بالشحات اللي هو أمره صوابي إلى الله، ولا أنا نفسي يبدأ بمحمد عبد الله. هيبدأ بالشحات كده كده، ومعاه جريدي شار ووسام وأشرف بن شرقي. طب لو لعب بثلاثة في نص الملعب وحط أحمد رضا فهو مضطر إن هو يشيل واحد من مين؟ من جريدي شار أو وسام، أو ممكن نطلع الشحات. فدي التشكيلة الأفضل أو الأقرب لبكرة إن شاء الله. لو اتفلسفت يا عم كورة مش هنسمع عليك، جمهور الأهلي مش هيسمع عليك بكرة. يعني جمهور الاهلي مش هيسمع عليك بكره. انا عايزكم تقولوا لي توقعاتكم للماتش بكره ان شاء الله، وشايفين مين في المراكز اللي انا قلتها ما ينفعش يلعب بكره، وان شاء الله نكسب. سلام عليكم.